السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بصوا انا جاي لكم بقى بفيديو ايه، يعني مش اكل بقى، قلنا نكسر القاعدة شوية ونغير شوية. هنعمل حاجة حلوة. حاجة حلوة ايه؟ لقمة القاضي بنقول عليها، في ناس بيقولوا عليها زلابية. القاهريين بيقولوا، اللي هم اهل القاهرة والمحافظات، بيقولوا عليها زلابية. احنا هنا في الاسكندرية، انا اسكندرانية، بنقول عليها لقمة القاضي. طبعا انا هعمل كمية صغيرة عشان انا وبنتي فقط لا غير. لو انتي اسرتك كبيرة ما شاء الله، من عدة كام نفر يعني اكتر، بتضعفي الكمية. طبعا انا قلت لكم هنا كوباية دقيق وربع، وكوباية مية دافية، ومعلقة خميرة هرمية، ومعلقة سكر مع الخميرة، لان هننزل بالخميرة والسكر مع بعض اهو. دي سكر، هننزل بالخميرة والسكر مع بعض ونقلب كويس جدا اهو. هنزل بقى بالمية واقلب. المفروض كنت نزلت بالسكر، بس انا يعني الخطوة دي عدتني. انزلي بالسكر الاول، وبعدين فوق السكر مية، وافضلي دوبي السكر، وبعد كده انزلي بالخميرة اهو. هنفضل ندوب كده لحد ما السكر يدوب كويس جدا في مع الخميرة يعني. وبعد كده طبعا هنركنها 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. بصوا انا بمشي معاكم خطوة بخطوة، عشان ايه حبايبي الصغيرين، البنوتات العسل الامارات، اللي هي لو حد اتفرج عليا بيمشي خطوة خطوة. هي سهلة وبسيطة وجميلة كمان، هتعجبكم في الاخر لان هي حلوة قوي قوي يعني. بدل ما تروحي بقى تشتري مثلا من المحل، يقولك مثلا كام واحدة كده، والله يتعدوا على الايد 25 جنيه 30 جنيه، والله اعلم دلوقتي كمان بقت بكام، معرفش. انا كنت من فترة يعني، بس انا معرفش دلوقتي. لو حبيت طبعا انا ما بشتريش حاجة من بره، انا بعمل كل حاجة في البيت. حتى لو مثلا اول مرة مطلعتش الحاجة كويسة، بجربها مرة واتنين وتلاتة. مش عيب ان الواحد يجرب ويغلط، مفيش مشكلة. المهم ان احنا ما نشتريش حاجة من بره، لان كل حاجة دلوقتي بقت مش كويسة، وكل حاجة ما تضمنيش انها معمولة صح يعني، بصراحة يعني. فايه، انت اعملي كل حاجة ببيتك زي ما بقولكوا في كل فيديو. اسمعوا كلامي تكسبوا. بقلب اهو زي ما انتم شايفين، لحد ما تدوب الخميرة مع السكر. وطبعا هنركنها 10 دقايق تتفاعل مع بعض، وهنشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. المهم تفضلي تقلبيه زي ما انتي شايفة كده، تقلبيه لحد اهو. بصوا، لحد ما دوبت السكر مع الخميرة. هركنها 10 دقايق تتفاعل اهو. طبعا ركنتها واتفعلت، وبعدين نزلت عليها بدقيق، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو نزلت بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين. هفضل اقلب برضو اهو. كوباية وربع. انتي لو الاسرة بتاعتك آه، يعني تكون من كذا نفر، ربنا يعني يحفظ الجميع يا رب، بتضعفي الكمية اهو. طبعا هفضل اقلب فيها زي ما انتوا هتشوفوا كده. ما تزهقيش وما تمليش من انك تقلبي يعني، قلبي عشان تديكي نتيجة كويسة وتنجح معاكي اللي هي الزلابية تطلع معاكي حلوة، وتنجح معاكي ايه من اول مرة. انا بعملها معاكم اول مرة على فكرة، والحمد لله يعني ربنا وفقنا ان هي طلعت كويسة. بصوا دي اهو داب خالص اهو زي ما انتم شايفين. طالما ما فيش ولا نقطة دقيق باينة، يبقى كده الدقيق داب. بس هنفضل نلت فيها كده زي ما بيقولوا، تلتي وتعجني في العجين. دي كلمة من أيام أهالينا بتوع زمان، الله يرحمهم جميعا يا رب. نفضل نلت فيها كده، نلت عشان تديكي نتيجة كويسة. لو وصلتي هنا معايا يا قمر يا اللي بتتفرجي عليا، شجعيني كده بكومنت قمر زيك كده، وصلي على الرسول، واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان ايه يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وتولي كده واحنا بنعمل اكلنا في المطبخ كده، نعمله بذكر ربنا، هتلاقي الاكل كده فيه بركة وطعم جميل بأمر الله يعني اهو. بصوا بلت معاكم هو العجين، ما بفصلش الكاميرا. طبعا انا خليتها ساعة بعد ما قلبتها معاكم.
بصوا بعد ما خليتها ساعة، بص عملت ايه الخميرة. تفاعلت مع طبعا السكر والدقيق. بصي هتديكي نتيجة هايلة. بس انتي لازم بعد ما تدوبي الدقيق بتركنيه ساعة عشان الخميرة تتفاعل زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا بتغطيها وتركنيها اهو كده. هنبدأ بقى ايه، نحضر الطاسة فيها الزيت، زيت سخن. طبعا اول ما بتحطي ال الزلابية او لقمة القاضي بتهدي النار، وبعد ما بتنزلي كل الكمية اللي انتي بتعمليها بتعلي عليها شوية. هجيب مية طبعا عشان الاول زيت، هدهن ايدي، يعني هدهن ايدي زيت عشان العجين ملزقش فيا. والمية هجيبها اغطس فيها المعلقة عشان المعلقة ايه، العجين ملزقش فيها. فاهمين يا حبايبي بقول ايه؟ يعني انت هتجيبي الزيت تدهني ايدك وانت بتمسكي العجين، انما المعلقة الصغيرة دي هتحسيها مية اهو. بصوا انا جبت الزيت اهو الطاسة، دهنت ايدي زيت وجبت المعلقة وفي شوية مية جنبي، هدهن المعلقة بالمية واعملها بالعجين عشان العجين ملزقش في المعلقة اهو. بصوا بعوص المعلقة مية وانزل بالعجينة في الزيت عشان ما تلزقش معاكي في المعلقة وما تنزلش اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. يعني بقى انت عايزة تعمليها صغيرة اعمليها، عايزة تعمليها كبيرة براحتك. في دلوقتي مخترعين اللي هي الآلة اللي هي بتنزل كده بتتك عليها، بتعمل لك لقمة القاضي او الزلابية، معرفش اسمها ايه بصراحة. فانا ما جبتهاش، انا بعملها وبصوا حاجة يعني من ايام زمان بقى على ايدي كلهم اهو. طبعا بصوا شايفينها جميلة اهي، هتديك هتقرمش من بره وتبقى طرية من جوه وجميلة اهو زي ما انتم شايفين. طبعا ايه انا حمرتها اهي، هطلعها بقى اهو. شجعوني حبايبي عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم، وربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب. اديني طلعتها بطلعها قدامكم. طبعا هخلص الكمية وبعدين ارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. بصوا حبايبي خلصت اهو لقمة القاضي. عايزة اقولك في منتهى الجمال، طرية من جوه وبتقرمش من بره، حلوة قوي قوي قوي. جربيها، لو جربتيها وعجبتك ما تنسينيش في دعوة يا قمر. حلوة زيك كده ها اهو. هنا بقولك انت بتشتري شوية قد كده بتروحي تشتريهم بيقولك 25 30، لا اعملي كل حاجة ببيتك احسن، وان شاء الله كل حاجة تطلع زي الفل. بصوا شكلها يفتح النفس. تركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.